الترجي والميركاتو يا جماعة، اليوم باش نحكيو على حاجة تعمل جدل كبير عند جمهور الترجي والانتدابات. نبدأ بالموسم اللي فات. الترجي جاب كسيل أبو علي من شبيبة القبائل، صفقة قيل أن حدودها كانت 600 ألف يورو حسب قواعد البيانات متاع الانتقالات. الاسم كان عنده قيمة، أما السؤال هل المردود كان بنفس الحجم من التوقعات؟ صراحة بعد الموسم اللي قدمه يعتبر جيد، كان هداف الترجي في البطولة وزاد ماركا باش هداف في دوري أبطال أفريقيا، لكن هذا ما كانش المتوقع منه. كان المتوقع انه يعمل اداء اكبر من هكا. الفشل الحقيقي كان من الإدارة، هي أنه جابت جوير بعد عام وأقل نص عام، وصل في فسخ العقد متاعه ومشى الجزائر جاي يلعب فيه. هذا بالنسبة لي فشل عظيم ياسر. وبعدها جت الصفقة متاع فلوريدانو من رانديس، والصفقة قدرت قيمتها بأنها بحوالي 1,100,000 يورو، يعني قرابة 3 مليارات و300 ألف. وهنا تبدأ الحكاية، كي تدفع مبلغ محترم كما لاعب كما هذا على لاعب جوير بسيط راس حربة، جماهير بطبيعتها تستنى مردود كبير، وإذا اللاعب ما يفرضش روحه بسرعة الصفقة تولي محل نقد ومحل نقاش ومحل سب. وهذا ديرينيه مع صفقة دناو، قداش ضيع بيلانتي ضد الافريقي، وضيع برشا حاجات. راه صحيح انه ماهي بالشيء ما تألق، لكن هذا ما يرحموش من النقد. تقريبا سمعت اللي هو باش يخرج اصلا من الترجي. المهم اللي بعده حمزة رفيع، لاعب عنده تجربة في أوروبا وانتدبو كان من أقوى صفقات الترجي في الميركاتو الشتوي. هنا النقد مختلف، السبق على الورق قوية، أما الحكم الحقيقي يكون في الميدان. سيقدم أداء متوسط، ما نكونوش رائع معناها، قدم أداء متوسط في الماتشات اللي لعبها. ومن بعدها زاد الياس العرعار، الشاب اللي جا من مركز تكوين ستراسبورغ بعقد 4 سنوات ونص. هذه الصفقات نجم تكون استثمار للمستقبل، مش لازم نحكم عليها من أول ماتش. أما تو نوصل صيف 2026 وهنا الميركاتو اما تو نوصلوا لصيف 2026 وهنا الميركاتو ولا اكثر سخانه بالرسمي بالنسبه للترجي. الترجي دخل في انتدابات جديده، من بينها جيسوس كاستيو ولوكا ريبيرو وعماد فرج، ومعهم اسماء اخرى. بعض القواعد البيانيه بتاع الانتقالات قيم ان الصفقات هذه كانت بحوالي 600 الف يورو الكاستيو وريبيرو، وحوالي 700 الف لعماد فرج. وهنا السؤال اللي لازم نطرحه، هل الترجي قاعده تبني في فريق متوازن ولا قاعده جوست تجيب في اسماء؟ خاطر الانتدابات القويه مش هو اللي عنده اسم كبير فقط. الانتداب القوي هو اللي يسد بلاصه ناقص، يدخل في منظومة المدرب، يعطي إضافة واضحة. والترجي زاد خرج من عنده برشا جوارات في 2026 بين انتقالات إعارات وتسريح. يعني فما سؤال آخر، هل كان خروجهم كان مخطط له ولا كان جوست تعويض في تعويض المستوى نفسه نتاع الجوارات؟ وهنا نجيبوا للنقطة الأهم في الحكاية الكل. الترجي فريق ينافس على البطولات، وبالتالي عندوش رفاهية يعمل 10 صفقات ويستنى عامين باش يشوف النتيجة. والجمهور يستنى لاعب يدخل يفهم المجموعة ويعطي الإضافة. وبالنسبة لي أكبر غلطة نجم تعملها إدارة أي فريق هي أنها تعتبر كثرة الانتدابات ميركاتو ناجح. لا، الميركاتو الناجح هو النوعية مش كمية. في النهاية ما نجمش نحكيو على صفقة الترجي في أول شهر ومازالت أطلع تعب كان ماتش واحد. ما نجم نقولوا حاجة، الترجي صرف انتدب وبدل برشا في المجموعة، وتو الكرة في الملعب واللاعبين والمدرب. أما الصفقات هذه أغلبها نعرفش باش تفشل أو تنجح. وباش نحكيو تو بالرجلة برجولية، انك توصل تدفع فلوس قدك على جوارات كيما هكا. صحيح انت خسرت برجوارات بعتيهم ومنهم اللي خرجوا وحدهم وكذا. برجولية الصرف العظيم هذا على جال البطولة التونسية وعلى جال دوري أبطال أفريقيا، على الأقل كان جا كأس العالم للأندية محلول وباش تمشي تشارك فيه. بالرسمي وقتها تكون الصفقات اللي عملتها بالرسمي عندها معنى. اما بالرسم موضوع الكرة في تونس فقد الهوية او فقد على الاقل مصداقية، برو انك تصرف الفلوس هذيك كل باش تواجه المستقبل سليمان ومستقبل قفصة ما يجيش. المهم نكملوا. الترجي انتدب باستثناء في صيف استثناء محمد الحاج محمود، وانتداب ناجح بالنسبة لي. هكونيتو في اول ماتش ماركا بونتو في غلطة مي ماركا، على الاقل الفينش نتاعو موجود، مش باش يضيع لكم كل الكرات. وكذلك انتدبت الصيد، ما نعرفش اسمه الصيد المفيد الصيد بونتو الغمزة. نفوتوا المواضيع هذه كلنا نحكيو على حاجات جديده. المهم بالنسبه للانتدابات، بالنسبه لي الانتدابات ناجحه او فاشله الله اعلم. نتصور برشا انتدابات منها باش تفشل كالعاده وبرشا انتدابات باش تنجح، لكن الفشل الحقيقي هو ان المنظومه هذه كل بالنتائج بالفلوس اللي دفعت ما تعمل شيء. معناها تخرج موسم صفري عادي. نسيوش ريال مدريد قديش الصفقات اللي عملها مبابي بركه يسوى الترجي والافريقي والدوري التونسي كله. المهم الموضوع كله ان شاء الله الترجي تعمل حاجه بيه في الافريق، ان شاء الله الافريقي، ان شاء الله صفاقس، ان شاء الله النجم الساحلي استغفر الله النجم الساحلي، ان شاء الله الترجي جيسي، ان شاء الله نعملوا حاجه كبيره برشا. علاش ليه ما نوصلوش نتفوتوا على الاقل دور المجموعات، نوصلوا نفوتوا على الاقل نصف النهائي. علاش ما نتوجوش كيبات توانسه كل اللي توج بالكاف وتوج بالدوري ابطال افريقيا؟ فمش حاجه مستحيله، موسم يكون للتاريخ. المهم ان شاء الله صفقات نادي الافريقي تنجح، الترجي تنجح. يرحم بوك معناها، يرحم بوك ما تكتبليش كومنتير معناها سب الحكايه خامجه ولا حكايه ما نفهمش يعني اي حكايه من ذاك القبيل. واعطيوني افكاركم في الفيديوهات اللي نجم نعملوها الفتره الجايه، خاطر بالرسم الافكار اللي في مخي ما عادش فما، خاطر عندي قناه ثانيه زالعه بركه فيب برشا افكار قاعده تمشي غادي. وما نعرفش، اعطيوني انتم افكاركم ان شاء الله نعملوا منها اكثر الافكار اللي باش تتطلب نعملوها. تنسيوش تحطوا لايك ابوني، نوصلوا ل 100 ابوني ان شاء الله. بيس اوت.